اجمد رقاق باللحمه المفرومه في مصر. نرجع تاني لطلعات الاكل الشرقي المصري الحرش بتاعنا الحلو ده، والطلعه دي انا متحمس ليها جدا لان مفيش حد في مصر قبل كده عمل المقارنه دي. انا اول واحد هعملها، وهعملها باكله مصريه فلاحي على ابوه، رقاق باللحمه المفرومه. حاجه من بعد الاخر. سالتكم على الانستجرام بتاكلوا رقاق جامد قوي وبيكيفكم منين، وجات لي اجابات كتير جدا. اخترت منهم اجمد 10 وجبتهم النهارده عشان اشوف مين بيعمل اجمد رقاق باللحمه المفرومه في مصر كلها. فلو مش عندي الانستجرام يا ريت تتابعوني الانستجرام عشان تشاركوني في عمل الحلقات اللي جايه. ولو عجبكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، ولو مش عاملين سبسكرايب لا سمحتوا تعملوا سبسكرايب. فبنغرغي كتير، يلا بينا. يلا بينا. احنا هنبدا الحلقه دي من الارخص للاغلى، فنبدا باول واحد فيهم وارخص واحد في الحلقه دي، حاتي احمد ندى. وحاتي احمد ندى عنده صينيه الرقاق باللحمه المفرومه ب 85 جنيه، بتبقى 4 قطع. وطبعا الاسعار في الحلقه دي كلها شامله كل حاجه، دفع لها التوصيل بس. نفتح ونشوف. 2 كاتشب والرقاق المتين. وحاتي احمد ندى بيقول لك ايه بقى؟ بيدسني، بيقول لك وحش الاكل الشرقي. طب تعالى يا بيه، ده شكل الرقاق كده، جاي على شكل مربع ومتقسم 4 مثلثات. نخش ونشوف الطعم ايه. نبدا باحمد ندى، وحش الاكل الشرقي في مصر. قال مبدئيا كده تعليق مبدئي، هو كميه العجين كتير، يعني تحس ان هو ايه، كام لفه عجين كده، بس مش عايزين ندي احكام مسبقه. نخش بسم الله ونشوف. كميه اللحمه المفرومه اللي فيه كويسه مش قليله، اللحمه طعمها حلو، متبل كويس، محطوط معاها بصل وتوابل واضحه. بس مشكلتي معاه في العجينه دي، العجينه دي كتير قوي، تحس ان هي عيش فينو كده. فاجرب قطعه ثانيه. يعني بصوا الجنب بتاع العيش هنا قد ايه، بصوا جنب العجين هنا قد ايه. هنا رفيع شويه اوكي، بس هنا مليان. ناخد بقى من الحته اللي رفيعه. لا ما رشحوش الصراحه لسببين. طبقات الرقاق دي كتير جدا، فصلاني من طعم اللحمه، وطعم السمنه فيه قليل قوي، يعني يكاد يكون لا يحس. انت مش حاسس ان في طعم سمنه، فمش احسن حاجه الصراحه. المفروض اللي بعده كان يبقى قصر الكبابجي، بس انا لما كلمتهم قال لي لا والله الرقاق النهارده ناقص ما عندناش. فجبت بداله مين بقى؟ مطعم جديد كده اسمه قريه جدو، متخصص في الاكل الفلاحي. فنخش على قريه جدو. نخش على اللي بعده بقى قريه جدو. وقريه جدو عنده صينيه الرقاق ب 105 جنيه. نفتح ونشوف. هو الكيس واوردر الرقاق. ده شكل الاوردر كده، عباره عن 3 قطع رقاق على شكل مثلث، باين الحروقه اللي من على الوش. وطبقات الرقاق مش كتير زي احمد ندى. نخش ونشوف. لا فقير قوي. بصوا طبقات الرقاق مش كتيره اوكي. كميه اللحمه المفرومه اللي فيه حلوه مش وحشه، متبله حلوه برده، محطوط معاها بصل، بس مفيش طعم دسامه خالص، يعني مفيش طعم زبده ببقي خالص، ولا سمنه ولا اي حاجه. والتجربه النهائيه كرقاق لا فقير قوي الصراحه، فللاسف ما عجبنيش برضه. نخش على اللي بعده بقى، واعتقد انه هيعجبني لان لما عملت الطلعه بتاعتهم قلت لكم ان هو من اجمد المرات اللي اكلت فيها رقاق في حياتي، مطعم الشيف شربيني. فنخش على الشربيني. نخش على اللي بعده بقى، مطعم الشيف شربيني. ومطعم الشيف شربيني عنده صينيه الرقاق ب 130 جنيه، بس انا اعتب عليهم في حاجه، ان هم مش عاملين باكجينج خالص، يعني شنطه بلاستيك بيضه كده عاديه جدا، لا لوجو ولا رقمهم ولا اي حاجه. فليه كده يعني؟ كفر فيه معلقه وشوكه وسكينه ومنديل وصينيه الرقاق. ده شكل الرقاق بتاع الشيف الشربيني كده، جايبه مدور زي ما هو مش مقطعه، وجايب معاه شريحتين بطاطس وحته فلفل الوان احمر. وده شكله من جوه كده مليان لحمه مفرومه الصراحه. نخش ونشوف الكلام على ايه. انا قطعته 4 كده عشان ابقى كلهم. نخش على الشيف شربيني. خد قطعه كده مليان لحمه مفرومه. ده احسن واحد يجيب فيهم كلهم لغايه دلوقتي. كميه الرقاق مش قليله زي جده، ومش كتيره قوي زي احمد ندى، هي في النص بين ده وده. كميه اللحمه المفرومه اللي فيه كتير، متبله حلو، محطوط معاها بصل مفروم برده، فالنتيجه النهائيه بتاعته حلوه مش وحشه. في عيب اعتقد ان هو ده اللي هيخليه ما يكسبش معايا الحلقه، ان السمنه اللي فيه قليله قوي برده، يعني مش حاسس بيها كده. بس يا جماعه الرقاق الصح اللي هو بين كل طبقه وطبقه يتحط سمنه، فيطلع في الاخر بقى محمل كده ودسم وجامد جدا. هو ده الرقاق الصح اللي على ابوه، اللي هو الفلاحي الاصلي. طبعا كتير من المطاعم وخصوصا في الظروف الاقتصاديه اللي البلد فيها دي بيوفروا قد ما يقدروا، فمش هيحط لك بقى بين كل رق ورق سمنه. وهي اكله اصلا تتاكل في البيت، يعني الرقاق يعني بيت. بس لو مش هناكله في البيت، مين اجمد حد بيعمله؟ وعلشان كده انا عملت الحلقه دي. فلحد دلوقتي ده احسنهم، بس ما اعتقدش برده انه هيكسب. نخش بقى على واحد تقيل قوي في الاكل المصري. نخش على اللي بعده بقى، علم من اعلام الاكل المصري، حواوشي الربيع. وحواوشي الربيع عنده صينيه الرقاق ب 150 جنيه. نفتح ونشوف. هلا شوف يا بيه، سلطه خضراء، مخلل، طحينه، والرقاق المتين. بس هو صغير قوي الصراحه. ده شكل صينيه الرقاق كده، رقاق مدور متقطع 4 برضو، باين حروقه الفرن من على الوش. وده شكله من جوه كده. نخش ونشوف الكلام على ايه. وجايبين معاه سلطه خضراء، طرنشات ومخلل، جزر وخيار وزيتون، وطحينه جميله كده عشان تغمس فيها مع الاكل. نخش بسم الله. مبدئيا كده ده اول واحد يجي فيه رقات كده، والرقات تبقى باينه فيه. وطبعا كلهم اتسخنوا في الفرن عشان جلدوا من القعده، مش عارف امسكه مولع. فنخش بسم الله.
ده حلو حلاوه مش طبيعيه والله العظيم يا جماعه، مش طبيعي. انتوا عارفين انا بحب حوش الربيع قد ايه، مودي والشباب انا كلهم حبايبي، بس بعيدا عن حب ليهم او لا، هم عاملين الرقاق باللحمه المفرومه عالمي. الرقاقات اللي من بره اللي هي في وش الفرن دي محمصه جدا، واللي من جوه طريه جدا، ومتروس لحمه مفرومه، متروس يعني لحمه مفرومه طعمها حلو قوي، متبله كويس جدا، محطوط معاها بصل، جميل 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 لحد بعد بكره. لو دسمته بس تزيد عن كده شويه هيضرب نار، انما رقاق تحفه 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 الصراحه، حلو قوي. حط مخلل كده، الرقاق مع طحينه هيبقى غريب شويه بس نجرب. ولا غريب ولا حاجه والله، ما غريب الا الشيطان. تحفه تحفه، هذا ذوقي والله، هذا عشق يا اخي. انا كده يعني نور توكينج، انا دلوقتي سامعك وتشوف بتقول ايه بقى، انا سامع. سامعين يا باشا؟ معلمين كبار 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 كبار، عاش 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 يعني الصراحه. عقبال ما البرنس يرجع بقى، موعدكم ان شاء الله بعون الله، البرنس هيرجع من هنا وهكون اول واحد في مصر بعون الله قاعد حاطط الكاميرا وبنصور المنيو الجديد بقى والمبنى الجديد والحركات ان شاء الله. رقاق باللحمه المفرومه، ولا احلى ولا اروع ولا كلمه. نخش على بعضه، نخش على اللي بعده بقى من غير كلام كتير. حجوجه، وده اكتر واحد جالي في ترشيحات الانستجرام، اكتر واحد على الاطلاق. اللي هو ايه يا جماعه، الضغط كله عليك انت. وحجوجه عنده صينيه الرقاق باللحمه المفرومه والقشطه ب 155 جنيه، والقشطه كفر حته قشطه صغيره يعني ايدهم مقروصه فيها قوي، والرقاق المتين. حلقة حلاوة فجأة كده يا اخي. ده شكل علبة حجوجة كده، بس هي حجمها اكبر من الرقاق نفسه، لما تفتحها تلاقي الرقاق من جوه اصغر شوية، نفس حجم الربيع تقريبا. ده شكله كده مدور برده، متقطع 4/4، والدسامة مغرقاه باينة على الوش خالص اهي. وده شكله من جوه كده كمية لحم مفرومة محترمة برده. ودي القشطة اللي جايبينها معاه، طلب قشطة صغير مش حاجة كبيرة. نخش بسم الله، وانا من المنظر والريحة متحمس قوي قوي. ممكن نقفل الحلقة ونروح خلاص خلاص والله. هم عندهم رقاق من غير قشطه ب 130 جنيه، نفس سعر الشيف الشربيني. واكتر اتنين جولي ترشيحات هو كان حجوجه بفرق كبير قوي، هو اكتر واحد جه يعني حجوجه ورا بعضه، وبعدها بحبه حلوين كده الشيف الشربيني. فهم عندهم واحد ب 155 اللي هو بالقشطه ده، وعندهم واحد تاني من غير قشطه ب 130. انا جبت اللي بالقشطه ليه؟ علشان نجرب الاثنين يعني. انا كده دلوقتي جربت من غير القشطه، ادي القشطه على جنب اهو، فده كده ب 130. ده اللي انا محتاجه من اول الحلقه بقى. ده عباره عن سمنه بالرقاق، مش رقاق بالسمنه. اولا التسويه بتاعته عالميه، من بره بيقرمش كويس جدا 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 جدا، ومن جوه طري جدا زيه زي الربيع الصراحه. بس اللي كان ناقص عند الربيع بقى وهو هنا ادهوني الدسامه، ريحه وطعم السمنه اللي فيه مش منطقيه، رهيبه يعني. بصوا انا ايدي بايظه خالص، وكل ما اعض ينزل ببق سمنه. رهيب رهيب رهيب، لا ينصح لامراض القلب والاوعيه الدمويه. رهيب والله. وعايز اجرب بقى ايه، عشان لسه في ناس تاكل بعد التصوير فمش عايز ابوظ الدنيا. حته واحده بس كده اغمزها بحته قشطه. لحد دلوقتي رقم واحد مستريح، وصعب المنافسه قوي 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 ان يجي حد يعلم عليه وينزله رقم تاني. الصراحه عامل كل حاجه تكست بوك يعني، زي ما الكتاب بيقول مكيفه، وعجبني جدا. وانتوا عارفين رايي في حجوجه يعني، اصلا انتوا لما بتكتبوا حجوجه بيطلع فيديوهاتي على طول. فجامدين جدا الصراحه، ويستاهلوا المكان اللي هم فيها، ويستاهلوا ان انا اشكر فيهم، لان انا ما بقولش على حد جامد ومش جامد الصراحه. فعاش. نخش على اللي بعده، بس اقوم اغسل ايدي الاول عشان بوست خالص. نخش على اللي بعده بقى، وده جالي كتير قوي في الترشيحات برده. مطعم القاهره 30، وده مطعم معروف بالاكل الفلاحي، بس انا عاتب عليهم في حاجه برده زيهم زي الشيف شربيني، ان هم مش عاملين باكجينج خالص. هو جايب لي الاوردر في كيس بلاستيك عادي خالص، وفي علبه مكتوب عليها بيتزا، ولا لوجو ولا رقمهم ولا الدموع. فنفتح ونشوف الكلام على ايه. ده شكل الرقاق كده مدور برده، متقطع 4/4 تقريبا، كلهم جايين نفس الحجم، مفيش حد اكبر من التاني يعني. وده شكله من جوه كده متروس لحم مفرومه. نخش على القاهره 30، واسمه غريب شويه كاسم مطعم يعني. خش بسم الله. دولي دولي تحفه. لا 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 لا، تحفه تحفه تحفه. انا واخده من ترشيحاتكم في الانستجرام، وانا ما جربتوش قبل كده الصراحه يعني. دي اول مره، انا عارفه من زمان بس ما جربتوش قبل كده. عامل حته رقاق ما فيهوش غلطه. القشره الخارجيه محمصه جدا، مستويه تحفه، واللي من جوه طريه جدا. كميه اللحمه المفرومه اللي فيه رهيبه دوليه، والدسامه اللي فيه مغرقاه. فهو ده الرقاق تكست بوك يعني، هو ده الرقاق زي ما قال الكتاب، ما فيهوش غلطه. اللحمه متبله حلوه جدا، مستويه تحفه، محطوط معاها بصل برده. لا 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 دولي. وكميه اللحمه المفرومه هنا اكتر من حجوجه. انتوا عارفين ان في الحق ما اعرفش ابويا، فرقاق 10 على 10 باشا، كبير قوي الصراحه. تحفه ولا كلمه. اي حاجه هقولها غير كده ابقى بظلمهم. عاش 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 الصراحه، تحفه ولا كلمه. نخش على بعضه. نخش على اللي بعده بقى، مطعم بهيه. ومطعم بهيه عنده صينيه الرقاق ب 215 جنيه. نفتح ونشوف. 2 كفر فيهم معلقه ومنديل، حته قشطه، الله.
وصينيه الرقاق العظيمه. ده شكل الباكجينج كده، جايبين صينيه فويل مكتوب عليها من بره بهيه، وده شكل الرقاق من جوه كده، 4 قطع مثلثات كبار، واضح الدسام عليهم من على الوش برده، ودي كميه اللحمه المفرومه اللي من جوه كده، كميتها كبيره برده مش قليله، وجايبين معاها حته قشطه ماسكه نفسها مش مائيه كده زي بتاع الحجوجه. نخش ونشوف. من اكتر المطاعم اللي جات لي ترشيحات على الانستجرام برده. نخش بسم الله. اوه ده كميه دسامه رهيبه يا لهوي، اكتر واحد فيهم دسم لغايه دلوقتي، تخيلوا. رقاق حلو قوي برده قوي، غرقان دسامه، اوفر دوز دسامه يعني مش هزار. كميه السمنه اللي فيه رهيبه مش قليله ابدا. اللحمه كميتها كويسه مش وحشه. القرار 30 كان اكتر بكتير بس حلوه مش وحشه، يعني نسبه وتناسب تمشي، ومتسويه حلو ومتبله حلو جدا. عيب الوحيد بالنسبه لي ان طبقات الرقاق دي قليله جدا، يعني هو بقى عكس خالص احمد ندى اللي جه في الاول. احمد ندى كان كتير قوي، هنا قليل قوي، ما هو خير الامور الوسط في كل حاجه، ده عيبه الوحيد. تاني حاجه ان اللحمه مالحه سنه، اللحمه المفرومه اللي فيه الملح فيها زايد شويه بنسبه تعدي جدا يعني، بس انا ما بعديش الهوا، بقول لكم كل حاجه اللي يعدي واللي ما يعديش. فالرقاق حلو مش وحش. واكتر واحد جاي في اللحمه المفرومه بتاعته بصل، حاطين بصل كتير قوي في اللحمه المفرومه، وتشيز حاجه حلوه يعني مش وحشه. نفتح كفر كده ونخش بحته قشطه، قشطه صغيره نحطها على الرقاق من فوق كده عشان ناخد الفول اكسبيرينس، التجربه الكامله. قشطه رهيبه، حلوه قوي 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 يعني، واحلى من بتاع الحجوجه كمان، رهيبه. فالرقاق جامد جدا. زودوا طبقات الرقاق دي بس شويه هيضرب نار. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، ومن اكتر الترشيحات اللي جت على الانستجرام برده، بيت المشويات. بيت المشويات عنده صينيه الرقاق ب 233 جنيه. نفتح ونشوف. خيار مخلل وطحينه كفر، لا لا لا، وصينيه كبيره رقاق. نخش ونشوف. ده شكلها كده مدوره برده، متقطعه سلاسات زي البيتزا كده، وده شكلها من جوه كده. كميه لحمه مفرومه متوسطه، وجايبين معاها طحينه عشان تغمس كده وانت بتاكل، وخيار مخلل وفلفل. نخش نشوف الكلام على ايه. نخش على بيت المشويات. وبيت المشويات جايب لك صينيه كبيره، تيجي تخش بقى في المضمون تلاقي هو نفس الحجم تقريبا، مفيش اي فرق. نخش كده بسم الله. وقبل ما نبدا من المنظر العام يعني، انا شايفها جافه شويتين 3 كدهون كدسامه يعني. اللحمه المفرومه كميتها مش كتير قوي مش قليله، في النص يعني، بس هي متسبكه يعني، محطوط معاها طماطم كده مديها زي طعم التسبيكه. ده في الرقاق غريب شويه، مخليني مستغرب شويه الطعم. والرقاق نفسه كتسويه الدهون فيه قليله جدا، جاف ناشف، مش ناشف ان هو ما بيتاكلش، بس مفيش طبقه دسامه كده مغطياه. سوسو خيار مخلل. تعالى كده اغمزك في الطحينه عشان نبقى عملنا معاهم الصح. طحينه جميله، الرقاق مش قد كده. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده بقى، مطعم طنط بتاع النجم اشرف عبد الباقي. ومطعم طنط عنده صينيه الرقاق ب 263 ونص. نفتح ونشوف. منديل معطر كافر فيه معلقه وشوكه وسكينه ومنديل وملح وفلفل، وطلب الرقاق الجميل. الباكج بتاعهم حلو قوي، عليه اللوجو بتاعهم وحركات. ده شكل الاوردر كده، ولو تركزوا هم 3 قطع ومتقطعين نصين، فعاملين 6 قطع صغيرين، مرشوش معاها بطاطس محمره. مبدئيا كده قيمه مقابل سعر يعني لا. نخش على الطعم ونشوف. ده يعتبر تاني اغلى واحد في الحلقه، اللي جاي هو اغلى واحد، بس من اللي انا شايفه ده انا هسكت مش هتكلم، انتوا فهمتوا. بس هم مقطعين القطع صغير قوي كده، اللي هو دي تعتبر نص قطعه يعني، كل 2 قطعه، فهم 3 قطع. نخش ونشوف. كمية اللحمة المفرومة اللي فيه كويسة مش وحشة، مقبولة يعني، متبلة حلو، معاها بصل، طعمها كويس. بس الرقاق نفسه مش أحسن حاجة. ليه بقى؟ رقاته قليلة جدا، والدسامة فيه قليلة قوي 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 بزيادة يعني. هو مقرمش من بره وطري من جوه وكل حاجة، بس مفيش دسامة، الدسامة بتاعته من تحت، الوش ناشف خالص بقى. فلو كلته لوحده مش هيبقى وحش، في مقارنه مع العتاوله اللي جم وباسعار اقل منه كتير مش هيعرف يعدي. نخش على اللي بعده. نخش على اللي بعده، ومن اكتر الاماكن اللي ترشحت لي على الانستجرام برده، رقاق المدق. ورقاق المدق عنده 3 مقاسات ب3 اسعار، صغير ووسط وكبير، 330 370 420. فهو بيبدا من 330، ده بدايه. فانا جبت الصغير الصراحه عشان يبقى سعره ماشي مع الحلقه، لان غير كده كنا هنخش في حته ثانيه خالص. نفتح ونشوف. طبق مخلل وعلبه الرقاق الصغيره، يعني مش صغيره قوي الصراحه، مقفلنا من ال4 جوانب، وتشيز حاجه محترمه. لا مقاس اكبر شويه من كل المستلجات في الحلقه، الشهاده لله يعني. نخش ونشوف الكلام على ايه. ده شكل الرقاق كده، حجم متوسط بالنسبه لكل اللي جم في الحلقه، بس هو عريض يعني مش رفيع زي اللي جم، تخين كده، طبقات فيه واضح ان هي كتير محمله. وده شكله من جوه كده مليان لحمه مفرومه برده، وجايبين معاه مخلل، جزر وليمون معصفر وزيتون اسود وفلفل وحركات. خش بسم الله. ممتع جدا 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 مش هزار. وتخيلوا مطعم اسمه رقاق المدق، يعني الناس اصلا متخصصه، حلوه قوي قوي الصراحه. طبقات رقاق كتير، والرقاق دسم اللي من على وش كرانش بيقرمش جدا، واللي من جوه طري جدا، مع لحمه مفرومه حلوه قوي، متسويه كويس ومتبله حلو، محطوط معاها بصل جامد جدا الصراحه. بس طبقات الرقاق دي كتير برضو، يعني هي مديله حجم عجين كده كتير برضو، كتير شويه الصراحه، خصوصا بالنسبه للحمه المفرومه المحطوطه، نسبه وتناسب الرقاق اكتر بكتير.
فمحتاج حاجه من الاثنين عشان يبقى بيرفكت. يا اما طبقات الرقاق دي تقل شويه، يا اما اللحمه المفرومه تزيد عن كده شويه حلوين. وفي الحالتين محتاج دسامته تزيد، علشان زي ما قلت لكم هو طبقات رقاق كتير، هو في دسامه وكل حاجه، بس محتاج يزيد اكتر من كده عشان يبقى غني، لان كتير زي ما قلت لكم. طب اوفرول يكسب ولا ما يكسبش؟ اوفرول طعمه حلو جدا، كميه محترمه، طعم الدسامه فيه برده واضحه وحلوه جدا، محتاج يزيد عن كده شويه بس. كمقارنه واسعار وحاجات جت في الحلقه هقول لكم في الاخر، ولذلك تعالوا خلاصه. خلاويص اقول لكم بقى الخلاصه. اجمد 4 في الحلقه دي وضميري مش سامح اجيب لهم خامس، هم ال4 دول من الاقل للاعلى. رقاق المدق جامد جدا، حجم كويس جدا، عرض كويس جدا، تسويه كويسه جدا، لحمه مفرومه كميتها كويسه ومتبله حلو، والبصل اللي فيها طعمه تحفه. عيبه الوحيد ان طبقات الرقاق كانت زياده عن اللزوم، وده محتاج حاجه من اتنين، يا الرقاقات دي تتقلل يا اللحمه المفرومه تزيد، وان الدسامه بتاعته تزيد سنه. هو فيه دسامه وطعمها واضح وكل حاجه، بس محتاجه تزيد سنه عن كده تبقى احلى كتير. ده كده الرابع. الاجمد بقى حواوشي الربيع، عامل رقاق عالمي. وحواوشي الربيع انا قلت لكم من طلعتهم ان هم مش بس اقوياء في الحواوشي، هم مطعم اكل مصري وشرقي على ابوه، من اقوى مطاعم الشرقي والمصري في مصر، واثبتوا جداره جدا بصراحه. عاملين صينيه رقاق ولا كلمه، مقرمشه من بره، طريه من جوه، كميه لحمه مفرومه مظبوطه، طعمها حلو جدا، متبله حلو، البصل اللي فيها حلو، الدسامه اللي فيها مظبوطه، كل حاجه حلوه الصراحه، تحفه. وده ينقلنا بقى للتاني والاول، وهنا هنقف شويه لان انا فعلا متزاول. انا بالنسبه لي الاثنين دول اول، وبالنسبه لي الاثنين دول تاني. مين بقى؟ حجوجه والقاهره 30. وده مفاجاه بالنسبه لي. انا داخل الحلقه دي اقول لكم الامانه، عارف ان حجوجه هو اول الصراحه، من كتر الترشيحات اللي جات لي على الانستجرام ومن تجاربي قبل كده في مطاعم مصر كلها، انا عارف ان اكل حجوجه كاكل فلاحي وبالسمنه وكده في حته تانيه، فدخل على ان هم يبقوا اول. قاهرة 30 فاجئني. هقول لكم ليه بقى كل واحد فيهم يبقى اول. لو كسعر فحجوجه اول، لو ككميه لحمه مفرومه فالقاهرة 30 اول، لو كدسامه الاثنين اول، لو كطعم حلو الاثنين اول. الاثنين طعم وتسويه ورقاق مظبوط ومستوي حلو ودسامه عليه اول اوفر، الاثنين تحفه. كان بيجيب لك مع قشطه حجوجه تكسب، كلحمه مفرومه ازيد القاهرة 30 تكسب. فالصراحه هم الاثنين بالنسبه لي اول وثاني، عشان اكون صريح. حتى انا قبل ما افتح الكاميرا سخنت حتتين من كل واحد، واخدت قطمه من هنا عالمي رقم 1، واخد قطمه من حجوجه عالمي رقم 1. فانا مش راسي على بره، الاثنين جامدين جدا. 155 170، ده بقشطه ده من غير قشطه، ده لحمه مفرومه اقل سنه، ده لحمه مفرومه اكتر. الاثنين هتروحوا وهتتبسطوا جدا وهتتكيفوا جدا، والاثنين بالنسبه لي هم اجمد رقاق باللحمه المفرومه في مصر كلها. ودي كده خلاصه الخلاصه. يمكن افضل حجوجه في الطعم سنه بسيطه قوي، بس افضل القاهره 30 برضه عشان اللحمه المفرومه فيه اكتر. فهرجع لنفس المزاوله برضه، الاثنين رقم 1. بس كده هي كانت طلعت الاسبوع ده. لو عجبتكم الطلعه ما تنسوش لايك القمر، اللي مش عاملين سبسكرايب لو سمحتوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيكم كل حاجه ننزلها اول باول. لحد الاسبوع الجاي ان شاء الله، الاسبوع الجاي وطلعه جديده. اشوفكم على خير، يلا سلام. Every single day